استعرضت قبل كده معاكم اختبارات لعربيات دفع رباعي كتير جدا، ليها قدرات هايلة في انها تعدي اي صعوبات ممكن تقابلها. بس هل في سيارة تقدر تعدي اي سطح حتى لو كان السطح ده مائي؟ ايوه، احنا شفنا عربيات بتعدي في مستنقعات، حتى رينج روفر بتتحمل العمق لحد 90 سنتي. بس هل في عربية تقدر تعدي بحيرة مش مستنقع؟ وطبعا هنا مش بقولك ان انت تعمل تعديل زي ما حصل في الهيلكات وتحولها لمركب، لا، انا بكلمك على عربية عادية بدون اي تعديل. في عربية كده فعلا؟ الإجابة لا. صح؟ لا، غلط. الإجابة أقدم لكم شيرب، أول عربية تقدر تعدي أي عائق ممكن تتخيله حتى لو كان بحيرة كبيرة. هي عربية دفع رباعي، شكلها ممكن يكون بالنسبة لك مضحك أو ضعيف، ولكن الحقيقة هي وحش صغير شكله كيوت شوية. هي عبارة عن دبابة صغيرة بتقدر تمشي على أي سطح ممكن تتخيله: تلج، طين، صخور، أشجار، مية، جليد، أو حتى إنها تعوم في المية. ممكن تتنقل من سطح عادي جدا للمية وتمشي أكن مفيش أي حاجة حصلت، وده لأن الهيكل بتاعها محكم الغلق، مش بيسمح إن المية تخش جواها. العربية بيتم التحكم فيها بقيادة دراعين زي الدبابات بالظبط، ملهاش دريكسيون عادي زي بقية العربيات. وعشان تفهموا أكتر قدرات العربية دي، تعالوا نشوف مع بعض إمكانياتها عاملة إيه في كل سطح من الأسطح المختلفة اللي ممكن تتعرض ليهم أي عربية دفع رباعي. مبدئيا هي ممكن تجر وراها مقطورة صغيرة أو كبيرة حتى عادي جدا. تصميم العربية والعجلات بتاعتها بتأهلها إنها تمشي في الرمل أكنها ماشية على الأسفلت بالظبط، عمرها ما هتغرز منك في أي مكان حتى لو التضاريس بتاعت المكان دي صعبة جدا. طيب الرمل اتعودنا عليها إن هي أقل عائق، هل بقى ممكن تعدي في عوائق أكبر؟ طبعا. الصخور بالنسبة لها برضو شيء عادي جدا، تقدر تمشي عليها بمنتهى السلاسة ومع صغر حجمها، ولكن مش هتتعرض ابدا انها تتقلب منك، لان العجلات بتاعتها مصممة بطريقة ان هي يبقى ضغطها قليل فتقدر تمتص طبيعة السطح اللي هي ماشية عليه وتمشي بشكل طبيعي. طب هل الصخور اصعب حاجة ممكن تتعرض لها اي عربية؟ اكيد لا، وان كانت الصخور اللي هي مشيت عليها دي تكاد تكون جبل مش صخور عادية. طيب هل تقدر تخش بيها في غابة مثلا؟ الاجابة تقدر تمشي بيها في غابة وتعدي الشجر اللي قدامك أكنه مش موجود أصلا، والعربية هتدوس على كل الشجر اللي قدامك وتعدي من الناحية التانية وتطلع منه زي القرع من الضفيرة بالظبط. العربية هتكسر الشجر وتعدي عليه أكن الشجر ده شوية برسيم صغير عادي خالص. طيب نروح للتلج اللي هو برضه من أصعب الأماكن اللي ممكن تمشي فيها أي عربية. الاختلاف إن العربية دي مش بتمشي بس على التلج، لا، هي ممكن تتنقل من التلج لجزء فيه مستنقع أو بحيرة أو مية وتطلع تاني على التلج وتكمل عادي اكن مفيش اي حاجه حصلت، من غير ما تشغل اي معدات خاصه او تعمل تجهيزات مخصوص او اي حاجه من الحاجات دي. وحتى في التلج وفي الميه تقدر تجر وراها مقطوره برضه وتمشي بيها في الميه اكنها مركب صغير. فالميزه هنا انها تتنقل من سطح للتاني بمنتهى السهوله، مش فكره انها بتقدر تمشي على السطح ده بتجهيزات خاصه. حتى المستنقعات الطينيه تقدر تمشي فيها برضه وهي ماشيه بالمقطوره بتاعتها. العجل بتاعها بيأهلها انها تتنقل من الميه للارض للغابه لحشائش لمستنقعات لصخور بدون ما تفكر دقيقه واحده ان انت تعمل اي حاجه مخصوص. فبمنتهى البساطه العربيه دي تقدر تخش بيها في اي مكان وانت مطمن مليون في الميه انها تعدي بيك. وعشان كده العربيه دي من اكتر العربيات اللي بيفضلها الناس اللي بتشتغل في الانقاذ، لانها تقدر تمشي بيهم في اي مكان بمنتهى السهوله، وتجهيزاتها بتأهلها انها تساعد المنقذين على الوصول لاماكن مش هيقدروا يوصلوا لها غير بهليكوبتر مثلا. ده غير ان مواصفاتها وتجهيزاتها بتساعدهم في كده بشكل كبير جدا. طب تعالوا بقى نتكلم على مواصفات الدبابة دي اللي بتأهلها انها تعمل الكلام ده كله، وايه السر في الموضوع. مبدئيا هي ارتفاعها حوالي 2 متر 80، طولها حوالي 4 متر. العجلات بتاعتها تيوبلس بضغط منخفض مقاس 71 23 25، والضغط المنخفض ده هو اللي بيأهلها انها تتعامل افضل مع كل انواع العوائق اللي انتوا شفتوها دي. تعالوا بقى نشوف امكانيات الكاوتش بتاعها عامله ازاي وهو ماشي على لوح مليان مسامير باطوال مختلفه. زي ما احنا شايفين الكاوتش مش بيتاثر تماما، غير ان هو ضغطه منخفض، لكن كمان بيتحمل اطوال مسامير كبيره جدا. الكاوتش بيفضل رايح جاي رايح جاي وكانه ماشي على ارض عاديه جدا، ومش بتلاقي اي اثر للمسامير عليه. وزنها حوالي 2 طن 400، وتقدر تشيل حموله لحد طن 200. داخليا تقدر تشيل لحد 6 افراد، غير مساحه كمان لنقال الطوارئ، وكمان ممكن تجر مقطوره وراها تشيل لحد 12 فرد. وعشان كده قلت لكم انها مفضله جدا لفرق الطوارئ. سرعتها القصوى 40 كيلومتر بس، واقصى سرعه ليها في الميه 6 كيلومتر. تقدر تعمل دوران 360 درجه في قطر 8 متر، وبتعمل بمحرك ديزل 1.8 بقوه 55 حصان. طبعا ممكن تشوف ان المواصفات دي ضعيفه جدا خاصه الاحصنه بتاعتها، ولكن على قوتها الصغيره دي وبطء سرعتها
لكن هي زي ما شفنا بتقدر تعدي في اي مكان ممكن تتخيله، ومحركها بقوته الضعيفة ده متناسب جدا مع تصميمها، فمش بتحس ابدا ان هو محرك ضعيف بالنسبة لها. المهم ممكن يجي في بال اي حد منكم دلوقتي ان انا ممكن استبدل عربية الدفع الرباعي بالشيرب، صح؟ البعض ممكن يتفق والبعض ممكن يختلف، بس خليني الفت نظرك لشوية حاجات الاول، منها انها بطيئة جدا، فعشان تتنقل في مسافات بعيدة محتاج ان انت تحطها على مقطورة، لان انت مش هتقدر تمشي بسرعة 40 كيلومتر عشان تسافر من بلد لبلد مثلا. ضيف لكده سعرها، العربية دي ممكن تشوفها ان هي لعبة ظريفة جدا وجميلة، ولكن الحقيقة ان هي مكلفة وتمنها بيوصل ل 65 ألف دولار بالتجهيزات الأساسية بتاعتها. فهي عربية مفيدة جدا في الطرق الوعرة، بس تستخدم في الطرق الوعرة بس، مش عربية للاستخدام اليومي طبعا. هي عربية مناسبة جدا للناس بتعيش في مناطق صعبة جدا زي مثلا كندا أو روسيا، أو واحد مقضيها في الصحراء طول عمره، أو زي ما قلت فرق الطوارئ. فهل لو عندك عربية لاند كروزر أو جي كلاس أو شاص أو أي حاجة من الحاجات دي، ممكن تفكر إنك تضيف عربية زي دي لمجموعة عربياتك، ولا شايف إنها عربية فعلا مخصصة لفرق الطوارئ بس؟